السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة علم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن المسحراتي. المسحراتي قصة بدأت في مصر منذ 12 قرنا وتحولت إلى تراث إسلامي. المسحر أو المسحراتي وفي بلاد المغرب يسمى النفار، هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه إيقاظ المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور. والمشهور عن المسحراتي هو حمله للطبل أو المزمار ودقها أو العزف عليها بهدف إيقاظ الناس قبل صلاة الفجر، وعادة ما يكون النداء مصحوبا ببعض الابتهالات أو الأناشيد الدينية. مع تقدم الزمن وتطور المجتمع والتكنولوجيا بدأت هذه المهنة بالانقراض، واختفى المسحراتي من معظم الحارات والأحياء بعدما كانت مشهورة ومتزاولة بقوة في معظم الدول العربية. قصة المسحراتي بدأت في مصر منذ 12 قرنا. تلك الكلمات كانت عنوانا لشهر رمضان الكريم، وأصبحت تراثا إسلاميا يرتبط بشهر الصيام، حيث بدأت قصة المسحراتي في مصر منذ 12 قرنا مضى، وتحديدا عام 853 ميلاديا. وكان والي مصر العباسي إسحاق بن عقبة أول من طاف شوارع القاهرة ليلا في رمضان لإيقاظ أهلها لتناول طعام السحور. وكادت مهنة المسحرة أن تندثر في بلاد المحروسة إلى أن جاء العصر المملوكي، وتحديدا في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي عمل على إيحائها كتراث إسلامي. ولتحقيق ذلك عين صغار علماء الدين للدق على أبواب البيوت لإيقاظ أهلها للسحور. ومع التطور التكنولوجي وظهور التلفزيون والراديو اندثرت مهنة المسحراتي، وفي محاولة لجذب الانتباه إليها قام المسحراتي بتدوين أسماء كل من يرغب في النداء عليه لإيقاظه. ومع مرور الوقت بدأت المهنة تطرق أبواب الفنانين والشعراء أمثال بيرم التونسي وفؤاد حداد والفنان الراحل سيد مكاوي، والذين تولوا مهمة نقل تلك الوظيفة إلى شاشة التلفزيون وميكروفون الإذاعة، مستخدمين أحدث التقنيات لإيقاظ الناس على السحور. لمحة تاريخية: قد كان بلال ابن رباح أول مؤذن في الإسلام، وابن أم مكتوم يقومان بمهمة إيقاظ الناس للسحور. الأول يؤذن فيتناول الناس السحور، والثاني يمتنع بعد ذلك فيمتنع الناس عن تناول الطعام. وأول من نادى بالتسحير عنبسة ابن إسحاق سنة 228 هجريا، وكان يذهب ماشيا من مدينة العسكر في الفسطاط إلى جامع عمرو ابن العاص وينادي الناس بالسحور. وأول من أيقظ الناس على الطبلة هم أهل مصر. أما أهل بعض البلاد العربية كاليمن والمغرب فقد كانوا يدقون الأبواب بالنبابيت، وأهل الشام كانوا يطوفون على البيوت ويعزفون على العيدان والطنابير وينشدون أناشيد خاصة برمضان. وكان المسحراتية في مصر يطوفون في شوارع المدينة أو القرية يرددون الأناشيد الدينية وينادون الناس ليستيقظوا، طالبين منهم أن يوحدوا الله، ويضربون على طار ضربات متوالية حتى يسمعهم النائمون فيستيقظوا من نومهم لتناول السحور. عبارات المسحرين: المسحرات سورة لا يكتمل شهر رمضان بدونها، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بتقاليدنا الشعبية الرمضانية. فقبل الإمساك بساعتين يبدأ المسحراتي جولته الليلية في الأحياء الشعبية، موقظا أهاليها للقيام على ضرب طبلته، وصوته الجميل يصدع بأجمل الكلمات مما يضفي سحرا خاصا على المكان. ومن العبارات المشهورة للمسحرين قولهم: يا نايم وحد الدايم، يا غافي وحد الله.
يا نايم وحد مولاك للي خلقك مبنساك، قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم. ويقوم المسحرات بتلحين هذه العبارات بواسطة ضربات فنية يوجهها إلى طبلته. وقديما كان المسحرات لا يأخذ أجره، وكان ينتظر حتى أول أيام العيد فيمر بالمنازل منزلا منزلا ومعه طبلته المعهودة، فيوالي الضرب على طبلته نهار العيد لعهده بالأمس في ليالي رمضان، فيهب له الناس المال والهدايا والحلويات ويبادلونه عبارات التهنئة بالعيد السعيد. في مصر كان والي مصر إسحاق بن عقبة أول من طاف على ديار مصر لإيقاظ أهلها للسحور. وفي عهد الدولة الفاطمية كانت الجنود تتولى الأمر، وبعدها عينوا رجلا أصبح يعرف بالمسحرات، كان يدق الأبواب بعصا يحملها قائلا: يا أهل الله قوموا تسحروا. ولاحقا أصبح يقول عبارات من قبيل: اصحى يا نايم وحد الدايم، وقول نويت بكرة إن حييت، الشهر صايم والفجر قايم ورمضان كريم، السحور يا عباد الله، يا نايم اذكر الله، يا نايم وحد الله. يرتبط المصريين بعدة طقوس خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يقومون بعدد من الطقوس الخاصة احتفاء بمجيء شهر الصيام. وتتميز أيام رمضان في مصر بطقوس مميزة تعطي للمحروسة طابعا خاصا خلال الشهر الكريم، ومنها المسحرات الذي رغم اختفائه بالعديد من مناطق البلاد لكنه لا يزال حاضر في أذهان وعقول المصريين. وكلمة المسحرات مشتقة من كلمة سحور، والمسحر هي وظيفة أو مهمة يقوم بها شخص لتنبيه المسلمين ببدء موعد السحور وبدء الاستعداد للصيام. تبدأ تلك المهمة بانطلاق المسحر قبل صلاة الفجر بوقت كافي، يحمل في يده طبلة وعصا ينقر عليها صائحا بصوت مرتفع: اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات، وأن يرزقكم فيه الدرجات، وأن يختم لكم فيه بالصالحات.